يعني ما يكونش العزم السياسي. يقولوا احنا قلنا ناخذ نفسه على خاطر ممكن ما فيش يعني اكثر من انه واحد يضحي بنفسه باش يسلم فيه. هم مش قادرين يضحوا بالكرسي من اجل يعني قصدي معناتها باش هم احنا كنا متفاهمين ان يعني في ناس اكيد كانت تخدم مع المستشفى يعني وتخدم لليبيا لكن وكلنا متفاهمين حتى هم ان في افلام كانوا يعرفوا كل شيء لاجل ان ما يوصلوش الافلام هذو للمناصب. المفروض الناس الكويسه لو ان هم يعني هم ليبيا يضحي بالكرسي للناس الثانيه. السلام عليكم. هذا الاخ والله يا اخي ما شاء الله اتيت بالحكمه والله. شيء قلت للناس عفوا بالله نقطه مو بنعلق على حسب ما وضح هذه نقطه كنا الكلام على لساني بارك الله فيه. سبحان الله تاتي الحكمه حتى من والله يا اخي يكفيك وعيها وهو شيء كل اخواننا الان يقولوا مثلا يستثمر كل من يسير مع الثوره وعارف النظام وكان بالعكس طيب والعكس سعيد كان مع النظام يا اخي لا نشيل وانت ايش مصلح ايش الطريق على الاولين كنا نحن على الاولين والكبار لازم يعني ولا اخطاتكم ولكن فيها مصلحه بالحكمه وبالتالي نوصلكم رساله يوقين انتم يا وطنيين ان كان صح التعبير فانتهي من هذا وانتم عندكم كفاءات انسحبوا وخلي يفعلوا قانون العزل السياسي. قانون العزل السياسي رانا نعيش بنوبتكم رانا تحت ومتكم يا المعلمين. مسألة العزل السياسي عندما كان في المؤتمر الوطني المدة الماضية أرادوا أن يعدلوا قانون أو أرادوا أن يعدلوا الإعلان الدستوري الذي يكون فيه الذي يكون فيه نسبة التصويت. يعني بمعنى أن القرارات في المؤتمر الوطني كانت تؤخذ بالثلثين. كل القرارات الصغيرة والكبيرة كانت تؤخذ بالثلثين. بعدين المؤتمر الوطني قرر أن القرارات هذه تؤخذ ب 50% بس يعني بالنص زائد واحد حتى يكون سهل. واستثنى منها بعض القرارات قالوا القرارات الكبيرة هذه زي قانون الحرب وقانون إعلان الطوارئ هذه المفروض يكون فيها الثلثين ناقص شوي يعني. واحد من الأشياء اللي وقفنا فيها وحاولنا أنها تكون بالنص هو قانون العزل السياسي. هناك يعني ناس في المؤتمر الوطني قالوا لا تطير ولا تنزل قانون موضوع العزل السياسي لابد يكون ب 120 صوت حتى يكون لما بتصدر القانون من المؤتمر الوطني يكون فيه صعوبة جدا انك تحصل 120 صوت انك انت باش تاخذ هذا الامر. هذا الامر هذا الشيء يا اخوه ربما كان يمر مرور الكرام ولا يمكن الان واحد في داخل المؤتمر الوطني انه يحشد 120 صوت باش يوصلوا لمثل هذا القرار الا في حاله واحده عندما يكون الشارع مثل حضاراتكم هكذا عندما يكون هناك حراك شعبي حقيقي في داخل الشارع عندما يكون هناك صوت حقيقي يعني يعبر عن الناس جميعا في طرابلس في بنغازي في سبها في كل مكان حتى يسمع المؤتمر الوطني ويسمع الناس يقرروا ان لا مناص لا يمكن ان يتم الامر. يا اخوه الامر احنا ما نتكلمش انا كعضو في اعضاء المؤتمر الوطني ولا انا نتكلم كسجين قضيت بسن 16 سنه وحكمت في الاعلام فيه. نتكلم كتائب حملت سلاحي باش يسقط هذا النظام وباش كذا. نتكلم كجزء من هذا الشيء. مساله اللي في المؤتمر الوطني اذا كان وجودنا في المؤتمر الوطني لا يحقق اهداف الثوره بلاش منها المؤتمر الوطني. لذلك يا اخوه اللي يجب ان تعرفوا مساله العزل السياسي ما هيش حاجه جديده ما تظنوها مثلا مساله اخترعناها نحن جميع الثورات. لو نقرأ يعني بل من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثت الردة في جزيرة العرب قبائل كثيرة ارتدت عن
الإسلام. قاتلهم الصديق بغض النظر عن كونهم كفار ولا مش كفار، هذه على خلاف، كلهم كفار ولا لا كفار هذه على خلاف بين الصحابة أو بين العلماء. لكن كثير من القبائل من هؤلاء المرتدين بعد انتصروا عليهم المسلمين دخلوا في الإسلام. انظروا، دخلوا في الإسلام وأصبحوا مواطنين من أعضاء من مواطني الدولة الإسلامية اللي الأمير بتاعها والقائد بتاعها أبو بكر الصديق والشورى بتاعها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. وهؤلاء المواطنين بعد أصبحوا مواطنين لهم نفس الدين ولهم نفس العقيدة ولهم نفس والإسلام والتوبة يجب ما قبلها. ماذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخيرة الصحابة كانوا معه؟ قالوا لهم الإسلام نقبلوه منكم على العين والرأس، ما يقدر يشد حد، وانتم مواطنين لكم من الحقوق نفس الحقوق، لكنكم هناك شروط لكم. لا يتولى أي واحد منكم منصب قيادي عسكري أو سياسي. بل منحهم حتى من ركوب الخيل اللي كانوا يحاربوا بها في الصحابة يوم ارتدوا، قال لهم هذه ما تركبوا الإبل ولا امشوا على رجليكم. لذلك كان من ضمنهم أبطال مثل طليحة الأسدي. طليحة الأسدي هذا يقول فارس كان يساوي 1000، لكنه ارتد ورجع. هذا لا يولى على جيش. ما هيش قضية كفاءات، قضية انك يوم من الايام انت حملت امانة وخنتها، ما تكونش زي اللي ناضلوا وقاتلوا. الله اكبر. نعم صدق. موضوع العزل السياسي هذا في جميع الثورات. الثورة الفرنسية، الثورة بعد سقوط النازية، لو تقرأ شروط الثورات اللي كانت أن أي واحد يحمل فكر النازي ولا ثبت عليه التنظير للثورات هذا يعزل. نحن ما نضد أحد، ما ناش بنسكر الأبواب على أحد، لكن إيش العيب؟ إذا كان أنت اللي مارست سنوات طويلة سلطت على رقاب الشعب، القذافي ما كان فرد بروح يحكم بالرموز كنترول، كان عنده ذراع في المغزى وعنده ذراع في سبا وعنده ذراع في الجرقوب وعنده ذراع يضرب فيها أدوات موجودة. أنتم الأدوات هذه إما إذا كان أنتم فيكم خير ونهضة بالبلاد عندكم سنين طويلة درتوها وراها البلاد ما كنا بالثورة، ما كنا، وكانتم سوء عطوا فرصة لكم. الحمد لله في شباب وفي. فلذلك يا إخوة لما نقولوا عزل سياسي ما يحطش حد في راسنا إنه بنظلم حد وهو مواطن وكذا وضحية ما ضحية. حتى كانوا ضحية، إيش العيب إنه يتريح ياكل ويشرب معزز مكرم ليه حق ليه المرتب وعطي فرصة للناس خليها تنجز يعني. فلذلك يا إخوة أنا ما بطول عليكم، نشد على أيديكم، والموضوع أراه ينطلق منكم أنتم مش من المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني أداة لتنفيذ قراراتكم اللي على الأرض منكم. لما تثبتوا ولن تستطيعوا ذلك إلا إذا كان مثل ما تفضل الأخ صبرتوا وكانت كلمتكم وحدة. يا ريت أن نلقى كل ليبيا تنادي بالعزل السياسي، يا ريت نلقى أكبر عدد ينادي، لكن كيف يتم هذا؟ مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة. إن سير اجتماع النقط، السير الكبير هو اجتماع النقط، واحدة واحدة واحدة، قطرة 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 تسبب سير كامل. أنتم عندما تصبروا اليوم مش ضروري بكرة يصدر القانون، تصبروا اليوم يصنع بكم في كل مكان، يصبح بكم هنا عندها تستطيعوا أن تقولوا للمؤتمر الوطني أرانا نحن نطالب بالعزل السياسي وإن نحن لا بد أن يكون هذا العزل. أما أن يكون القضاء مخترق والأجهزة الأمنية مخترقة والسفارات مخترقة والوزارات مخترقة، تجي كل قانون بتصدر لك فيه مش عارف 100 كم واحد، كل واحد يطلع لك فجأة رأي بالله الناس تمشي بها. وهذه مسؤولية وهذه دماء شهداء ترزاق واستنزاف للثورات. اللي يبي الدولة تتقدم واللي يبي مصالح حقيقية وطنية هو أن يتم العزل السياسي بعدها هذا الوقت أن توحدوا. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله يعني أتمنى أنكم أنتم تصبروا هنا ونصبر نحن هناك. نحن ما ضد حد ولا معادين للجهة ولا احنا معادين للفساد ومعادين لأن تعود المنظومة الفاسدة الأولى اللي خلت هذه التضحيات بالنسبة للشعب أو هذا الأمر. وبارك الله فيكم ونحن وحدة. الله أكبر. بارك الله فيك.